السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية العسل الأسود في منام العزباء وفي منام المتزوجة والحامل والرجل. رؤية العسل الأسود في منام البنت وكان مخلوط بمادة مثل الطحينة. الرؤية بها بشرى خير للرائية بأنها سوف تتزوج بأقرب فرصة وتعيش في حياة زوجية سعيدة في الأيام القادمة، والدل على ذلك حالة امتزاج العسل بمادة الطحينة كما رأت الفتاة العزباء في المنام. أما رؤية الفتاة العزباء في المنام تتناول عسل أسود من يد شخص ما، وهو الذي يقوم في المنام بتقديم الطعام لها، بتدل الرؤية على أن هذه الفتاة سوف تحصل قريبا من خطيبها على هدية غالية الثمن ولها قيمة. في حالة رؤية الفتاة العزباء في المنام أنها تقوم بأكل العسل مع الخبز، الرؤية دل على أنها فتاة صالحة يحبها الله ويرضى عنها، كما بتدل إنها من الفتيات التي تسعى لتكسب قوتها من الحياة من خلال السعي الدائم لتحقيق جميع ما تتمناه وتريد تحقيقه بحياتها. رؤية الفتاة في المنام تأكل العسل الأسود ممزوج بالطحينة بيدل الرؤية على تحضيرها قريبا لعيش الزوجية. رؤيتها في المنام انها تقوم باكل العسل الاسود بالفطير، الحلم دل على تحقيق حلمها وامانيها بالحياه قريبا. اما اذا رأت الفتاه في المنام انها تاكل العسل في المنام وفي نفس الوقت بتشعر بالجوع الشديد، فالرؤيه خبر قريب سوف تسمعه ويكون خاص بقرب خطبتها من شخص صالح. رؤية البنت العزباء في المنام تقوم بأكل العسل بشراهة، الرؤية بتدل بأن الشاب سوف يتقدم لخطبتها ويتناسب معه ومع أسرتها، وسوف تتم الموافقة عليه بالإجماع وتتزوج منه وتعيش حياة مليئة بالسعادة والفرح. أما رؤية العسل الأسود في منام البنت العزباء وكان طعمه حامض، بتدل الرؤية على أن تلك الفتاة تعيش في حياتها حالة من الحزن والوحدة والقلق ومعاناة من حالة نفسية سيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة لتفسير رؤية العسل الأسود في منام المرأة المتزوجة، رؤية المرأة في المنام العسل الأسود وكانت بالحقيقة مصابة بمرض ما، الرؤية هنا بشارة خير لها، إن الله عز وجل سوف يشفي عنها هذا المرض بأقرب وقت. أما بالنسبة لرؤيتها تقوم بأكل العسل الأسود في المنام، بنقول هنا الرؤية بتدل على إنجابها طفل سوف يكون صالح بار لوالديه. رؤية المرأة المتزوجة في منامها تأكل العسل بتدل برضو على أنها سوف يكرمها بالمال الكثير والرزق إن شاء الله. أما بالنسبة لرؤية المرأة المتزوجة بزوجها يطعمها العسل الأسود في المنام، فالرؤية بها دلالة على رزقها بحمل قريب بإذن الله، والحمل سوف يكون سبب لفرحتها. بالنسبة لرؤية المرأة المتزوجة في المنام تناول العسل الأسود وكانت حامل في جنينها، فالرؤية بها دلالة على أنها سوف تنجب ذكر وسوف يكون بصحة جيدة. رؤية العسل الأسود في المنام وكانت حامل، بنقول هنا رؤية مبشرة بأنها ستلد ولادة سهلة وبسيطة دون تعب أو أي مشاكل، كما بتدل الرؤية على ولادة بطفل صحته جيدة. رؤية المرأة المتزوجة بالعسل الأسود يسكب على الأرض في المنام، الرؤية بها دلالة على سماع الرؤية لأخبار حزينة قد تكون فقدان أحد أقاربها أو شخص غالي عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما رؤية العسل الأسود في منام المتزوجة المريضة وكانت تتناوله، الرؤية بها بشارة خير لها على شفائها من المرض والتخلص من المشاكل والمتاعب التي تواجهها في الحياة. رؤية المرأة المتزوجة في المنام تعطي زوجها طبق مليء بالعسل الأسود لأكله وكان مذاقه لاذع، بتدل الرؤية على تحدث المرأة بكلام سوف يكون سبب في وجود خلافات مع زوجها. رؤية المرأة المتزوجة للعسل الأسود في منامها وتقوم بدهن وجهها دليل على مدى حب الزوجة إلى زوجها ومحاولة إرضائه. تفسير حلم العسل الأسود في منام الرجل. رؤية العسل الأسود في منام الرجل وكان موجود عليه العفن، الرؤية بتدل على كثرة الذنوب والمشاكل والمعاصي التي يفعلها الرائي في حياته، وهنا عليه التوبة والمغفرة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. في حالة دهن الرجل جسده في المنام مستخدم العسل الأسود، الرؤية بها دلالة على تخلص الرائي من الأزمات والمشاكل والهموم وسد الديون المتراكمة عليه، كما بتدل الرؤية على تحقيق الرائي الكثير من المكاسب والأموال والأرباح. رؤية الرجل العسل الأسود في منامه بصورة عامة بتدل على كثرة السفر والترحال ونقل السكن والعيش بغرض العمل وزيادة الرزق. رؤية الرجل في منامه يأكل العسل ومذاقه غير جيد بتدل الرؤية على كسب المال من مصادر حرام
والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية العسل الأسود في منام الشاب الأعزب وأكله بالخبز بتشير الرؤية إلى زواجه من فتاة صالحة. رؤية الشاب الأعزب في منامه يأكل عسل أسود، الرؤية دل على زواجه من فتاة جميلة جدا. تفسير رؤية العسل الأسود في منام المرأة الحامل. رؤية المرأة الحامل للعسل الأسود بتدل على أنها سوف تلد طفلها معافي ومرورها بولادة سهلة وبسيطة. بتدل الرؤية أيضا على إنجابها طفل ذكر. رؤية المرأة الحامل في منامها للعسل الأسود بدلالة كبيرة على مرورها بفترة حملها بسلام دون ألم أو متاعب. رؤية العسل الأسود ومذاقه كده غريب وغير جيد للحامل بتكون هنا إصابتها بمشاكل في صحتها وبتؤثر على صحة الجنين. أما في حالة رؤيتها للعسل يعطيها لها زوجها في إبريق في المنام، الرؤية هنا بتكون دالة على وجود الخير واستقرار الحياة الزوجية. رؤية العسل الأسود يعطيها الرجل إلى زوجته في المنام، الرؤية بها دلالة على حمل زوجته بمولود سوف يكون مصدر الخير والسعادة عليهما. رؤية العسل الأسود في منام المرأة المطلقة. رؤية المرأة المطلقة برجل ميت يقوم بإعطائها عسل أسود وكان طعمه لذيذ، الرؤية بها دلالة على سماع أخبار سعيدة كانت تنتظرها طويلا. رؤيتها تتناول العسل الأسود وتقوم بأكله بخبز ناشف في المنام تدل على حياة المرأة المطلقة الصعبة المليئة بالمشاكل التي كانت تعيشها، والله أعلم. رؤية المرأة المطلقة في منامها تعطي العسل الأسود إلى زوجها السابق، الرؤية تدل على رغبتها الشديدة في رجوعها إلى طليقها، والله عز وجل قادر على تحقيق ذلك. أما أخذ العسل للمطلقة دل على وجود الخير وتحقيق السعادة والنجاح. ده كان تفسيرنا النهاردة، أتمنى يكون التفسير عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.